بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكلم معاكم على صيام المية. طبعا اللي عارفني طبعا أنا من زمان 19 سنة بعمل الموضوع ده. اللي مش عارفني أنا اسمي حاتم بزان. بفضل الله سبحانه وتعالى مجرب صيام المية من 19 سنة، عرفته من أكتر من 25 سنة في ألمانيا، وعالجوني في ألمانيا بصيام المية. فأنا عشان كده خدت الفكرة وبعرفها للعالم العربي كله. الصيام ده يا جماعة صيام علاجي، الصيام الطبي ده علاجي. أنا ما عملته الحمد لله 19 سنة، مع ما بدأت من 2003. 19 سنة أول الحمد لله الحمد لله، يعني 2003 و2004 دخل على 20 سنة معايا الحمد لله، يعني خالي من جميع الأمراض، نشاط، حيوية، سن 59. فأنا عايز أقول للناس طبعا اللي يعمل الموضوع ده لازم يستشير الطبيب ولازم يحلل عشان يبقى كلام يعني أنا بقول قدام العالم كله، يعني دي أمانة، ولازم يكون إنسان صادق يعني في الموضوع ده. مش أي حد يعمل الموضوع ده معايا، لازم استشارة الطبيب وتحلل. طبعا اللي هيعمل الموضوع ده، لان في حد كتب لي امبارح بيقول يعني بالنسبه هو عامل صيام ميه ما بيدخلش الحمام يعمل فضلات، بتختلف من واحد لواحد. انا عملت قبل كده، دخلت المره يوم الخامس وجالي امساك في الاول. دلوقتي عشان بقى لي داخل على 20 سنه وانا بعمل بقى الموضوع طبيعي عندي. امبارح تاني يوم في صيام الميه الحمد لله دخلت امبارح فضلات نزلت عادي وما حصليش امساك، لان انا بلعب رياضه وبجري وبشرب ميه كتير. يعني بشرب من 3 ل 4 لتر ميه، يعني اقل شيء 3 واكتر شيء 4 لتر ميه. طبعا حاسس بنشاط، حاسس بحيويه. بخمس ساعات يا جماعه، بنام 5 ساعات اقصى شيء. بجد حاسس ان انا مبسوط، حاسس ان انا فرحان، مزاجي حلو. كلامي للسيدات ممكن ما تعملوش ميه، يعني ممكن ما تعملوش ميه، اعملوا شوربه. مع شوربه اهم حاجه، ما فيش اكل يخش المعده. شوربه، عصير، صفوه ماشي. عشان ايه؟ تكونوا قاعدين في البيت ومرتاحين. انت ما بتخرجوش ولا بتعملوا رياضه ولا حاجه، فالميه ممكن تكون صعبه عليكم شويه. اللي قادر يعمل ميه يعمل. المهم سوائل، في مستشفيات هنا بتعمل سوائل. تمام. يا ريت توصل لكم الموضوع ده يا جماعه. وانا ان شاء الله هعمل لايف الساعه 7 على قناتي على التيك توك. هتكلم الموضوع طبعا، اللي عاوز يسال على اي حاجه بجاوب، يعني مثلا على الصحه ولا اي حاجه. والله يا جماعه لو تابعتوني وسمعتوا الكلام بتاعه وطبقتوه، والله العظيم حياتكم هتتغير، وهتاكنكم اتولدتوا من جديد، وجسمكم هيبقى رشيق، وصحتكم هتبقى حلوه، وحالتكم النفسيه هتبقى كويسه، ولا محتاج دكتور ولا محتاج دواء ولا محتاج اي شيء خالص. بس طبق اللي انا بقوله. طبعا الكلام ده انا اللي انا بقوله دلوقتي انا مجربه على نفسي ماشي، وبتكلم بكل ثقه. ده اول حاجه، وبكلمكم بقلبي، والله العظيم بكلمكم بقلبي ونيتي خير. عايز العالم العربي كله يبقى صحته حلوه ويبقى سعداء ومبسوطين، لان اهم حاجه الصحه يا جماعه. السعاده فعلا اللي انت تكون صحتك حلوه. وانا قلت الذكاء والنجاح في الحياه ان انت تكون مستمتع وسعيد ومرتاح البال ومبسوط وصحتك حلوه. ده الذكاء. مش ذكاء نتعب نفسنا ونموت نفسنا ونقعد نشتغل بره ونعمل ومش عارفين نشتغل على نفسنا. ده كارثه دي. الانسان اللي تعبان ما بيحبش نفسه يا جماعه. والله العظيم الناس عايشه غلط، والله العظيم للاسف عايش غلط، وبتاكل غلط وتفكر غلط وتنام غلط، واي حاجه في اي حاجه. وممكن ناس عايشه وميته، وفي ناس يعني بتموت نفسها، هي اللي بتموت نفسها من الاكل والله. فتابعوني يا جماعه، انا والله العظيم بقول محتوى جميل سواء على التيك توك او على الفيسبوك ونيتي خير، او على اليوتيوب. تمام. فقدامكم 59 سنه. الحمد لله انا وزنت نفسي اول يوم كان 74 و8. الشهر اللي فات كان 74 و6 اعتقد، 74 و6. يعني وزني ثابت، ما ولا زدت ولا 74. محيط وسطي انا كنت عامل 79، وقبل كده كنت عامله 81، يعني حاجه بسيطه. فيوم الجمعه برضو هوزن نفسي. انا مش هدفي ان انا اخس، بس برضو هوريكم وبوريكم بقلع وبوري الجسم. فانا عايز الناس يعني تشارك معانا، والناس اللي عرفوا الموضوع معايا يقولوا يا جماعه حصل لهم ايه وعملتوا ايه. يعني دعموا القناه يا جماعه، دعموا القناه وشجعوني. انا متشجع جاهز، يعني انا مبرمج نفسي، بس برضو الواحد بيكون مبسوط لما حد يعلق او حد يتكلم يكون مجرب الشيء ده او عرفه معايا. ولو مؤاخذه اللي عرف الموضوع ده وعمل قناه يقول انا عرفت من مين. يعني مش يعمل القناه كده ويعني انا ما باخد حاجه من حد بقول انا خدتها من فلان. يعني ما يعني المفروض بشوف قنوات كتير كلام اصلا ما اعرفش، ما كانش حد يعرف في العالم العربي كله الا الشيخ الالباني. شفت ما كانش حد عامل صيام خالص، الله اعلم بقى الباقي عرفوا منين. كنت انزل مصر
من 15 سنه واقول لهم يا جماعه صيام 120 ميه ايه يا عم الراجل ده مش هنعمل سندوتش ميه ويقعدوا يتريقوا ويضحكوا. فينا مستشفيات في المانيا يا جماعه ودكاتره وناس بتعمل هنا. انا شفت في التلفزيون هنا وفي القناه التيك توك واليوتيوب ناس ما شاء الله علماء بيتكلموا عن الموضوع ده، سواء الصيام المتقطع او صيام بالميه. وقلت قبل كده في جزيره جنوب اليابان اسمها اوكونافا، تمام. الجزيره دي الناس بتقعد لغايه 200 سنه ولا بيتعبوا ولا حاجه الصيام والاكل الصحي. سبحان الله. وربنا سبحانه وتعالى فلينظر الانسان لطعامه. سبحان الله. يعني كل الحاجه اللي بتطلع من الارض الخضراء، تمام. وانا ماشي على الموضوع ده، يعني الحمد لله انا ماشي بموضوع يا جماعه. ورحت انا قلت قبل كده، ورحت وزاره الصحه الالمانيه اللي انا عامل عندهم تامين صحي، قلت لهم انا مش همرض. ني فيدا كرانك. قلت لهم كده ني فيدا كرانك معايا بلايبنج جوزونت. قلت لهم يعني انا مش همرض وهفضل بصحتي حلو. استغربوا بتعمل ايه؟ قلت لهم بعمل كذا. هو بتوع الصحه بيسالوني انت بتعمل ايه؟ يعني شوف سبحان الله. فانا عايز يا جماعه تتابعوني على القناه وتشتركوا في القناه سواء التيك توك او اليوتيوب، وتكتبوا وتقولوا انا نيتي خير. والله العظيم احنا عايشين غلط والناس ضحكوا علينا والله. ضحكوا الناس ما عندهاش وعي. وانا اوصل للعالم العربي كله والله العظيم لو طبقتوا الكلام اللي انا بقوله اقسم بالله العظيم خلال 10 سنين المستشفيات هتبقى خاليه. صحتكم يا جماعه. انا 59 والله العظيم حاسس ان انا عندي 20 سنه. طاقه عندي طاقه. بنام يعني انا بروح انام الساعه 10 او 10 ونص بالكتير والله العظيم. بروح انام مش عاوز انام، يعني فايق مش تعبان. مع ان قايم الساعه كام؟ 3 الفجر. يعني بقوم وبعمل رياضه، تمام. الواحد يصلي قيام الليل وبعد ما يصلي الفجر وهو في الشغل، تمام. وبشتغل ورايح ماشي وجاي ماشي وبعمل رياضه الصبح وكل ده وصايم بشرب ميه بس وعندي طاقه مش واكل. وجيت وضبت البيت، تمام. والواحد استحمى وحلقت ووضبت واشتريت حاجات من بره، تمام. عشان بقى يوم الجمعه هاكل بقى. ما يوم الجمعه مستني يوم الجمعه عشان الواحد هاكل اخر النهار طبعا. وهعمل شوربه خفيفه كده معايا. لازم بعد الصيام الواحد ياخد يومين حاجات خفيفه على المعده. فسبحان الله المعده بيت الداء يا جماعه. فيا جماعه تابعوني وامسكوا نفسكم. النوم بدري يا جماعه، النوم بدري والصحيان بدري، الاكل الصحي، الرياضه، شرب الميه، الصلاه في وقتها، النور. اطلعوا بره دايما في الهواء، والهواء ببلاش. الهواء ببلاش والله العظيم. تنفسوا يا جماعه. انا هنا في المانيا وانا نايم بنام بفتح الشباك والله برد. بفتح الشباك والله ما بحس ببرد. بحس ان انا نايم هواء بدل ما كاتم البيت. انا باجي من الشغل بفتح الشباك اوضه النوم والبلكونه هنا التراسه هنا بفتحها، تمام. والمطبخ كل الاوض بفتحها ساعتين ثلاثه كده، مش ربع ساعه. بفتح الهواء هوا الشقه، تمام. فحلو الواحد يعني ايه يبقى عنده نشاط وعنده حيويه، ولا محتاج دكتور ولا محتاج دواء. اهو تالت يوم النهارده اهو. ودايما انا بعمل اللي مش متابعين، انا بعمل كل شهر 5 ايام صيام ميه. ودلوقتي هعمل لغايه اخر نفس في عمري الصيام المتقطع. الصيام المتقطع ده 8 ساعات باكل و16 ساعه ما باكلش. تابعونا على التيك توك، تمام يا جماعه. الساعه 7 النهارده بعمل لايف بتوقيت المانيا، 8 بتوقيت مصر. اي حد عنده سؤال هجاوب. انا هتكلم عن النهارده عن المراه او الزوجه العربيه في الغرب وفي الدول العربيه. وانا كراجل هقول من وجهه نظري ايه، والحريم بيقولوا عايزين ايه. يعني هنتكلم الزوجه العربيه في اوروبا المفروض اللي يحصل ايه والمش عارف ايه. طب والزوجه عاوزه ايه، تمام. وانت حاسه بايه ولا يعني، لان في فرق. فانا حاجات انا بقالي 31 سنه في المانيا وشفت هنا حاجات كتير، يعني شفت حاجات. فعايز اقول ونيتي خير. انا ما مش بهاجم ولا بعمل. انا محايد يعني. بس انا في هدفي والنهايه اللي الناس تكون سعداء ومبسوطه والاولاد يطلعوا اسوياء. ده هدف ونيتي. يا ريت توصل يا جماعه. اشتركوا في القناه يا جماعه ودعموا على اليوتيوب او التيك توك. خشوا وهتستفيدوا والله هتستفيدوا ونيتي خير. واقولها للمره مليون، انت مش محتاج دكتور ولا محتاج دواء. انت الدكتور وانت الدواء. ده حياتك ودي جسمك ده زي عربيه انت راكبها. انت مش جسمك. لا انت مش جسمك. انت روح. ولا انت جسمك ولا عقلك ولا افكارك ولا انت روح، تمام، داخلي. اما انا اللي راكب. انا راكب جسمي. فانا راكب العربيه مهتم بالعربيه. بشوف لها الزيت، بشوف العجل، بشوف البنزين. مش هتروح للميكانيكي. انا عامل كده. انا متحدي نفسي اللي انا مش هتعب ولا هيجي لي برد كمان. ومتعمد ان انا بستحمى الصبح واجري والجو برد ما بيجيليش برد. لان الحمد لله بفضل الله سبحانه جهاز المناعه، اكل الصحي، الحاله النفسيه بتضحك.
الضحك يا جماعه، وتسامح وتفتح قلبك للحب، تحس ان انت عندك وتكلم نفسك دايما ايجابي. حتى الشغل لو كتير او الشغل حلو وانا مش هبقى قرفان والشغل وحش، محدش يقول كده يا جماعه. ولا الجيران وحشين، ولا مراتي وحشه، ولا جوزي الكلام ده عقلك الباطن بياخده وبتتعقد اكتر. فحاول نتكلم كلام ايجابي، اي حاجه خير الحمد لله. والله العظيم يا جماعه لو جربتم اللي انا بقوله ده حياتكم هتبقوا في جنه، سواء ظروفك مش ظروفك ده مش مشكله، احنا بنبص على بره. يعني بنعمل الامن الخارجي بس، اما الامن الداخلي متدمر للاسف يعني. فكن فاعلا، كن انسان فاعل، مش تشتكي وتعمل وتتكلم وده وتقارن وتحق واشوف عيوب ده واشوف عيوب ده وانقد ده، ما ينفعش. خلينا نشتغل على نفسنا احسن ونهتم بنفسنا عشان نرتاح. ماشي. النهارده الساعه 7 باذن الله، نشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.